بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بنجد ترحيب بيكم على قناة أبرار التعليمية، وبنقدم مواطنة وحقوق إنسان الصف الثاني التجاري. طبعا الصورة دي أنا حطاها ملهاش أي علاقة بالقناة، بس هي عجباني فقلت أفرجكم عليها. يلا بينا نشوف العمل التطوعي وعمل الفعال والشروط المتطوع شروطه إيه، ونشوف بالتفصيل. وده يعتبر آخر درس في المواطنة وحقوق الإنسان. كده المادة كلها معاكم، فساعدونا بقى بدعم الفيديو والاشتراك في القناة علشان توصل لكم كل الفيديوهات لكل المواد. هناخد على طول إجابة الفصل الرابع من مادة المواطنة. ما المقصود بالعمل التطوعي؟ طبعا ده سؤال وإجابة. العمل التطوعي يعتبر سلوكا إنسانيا وحضاريا يقوم على خدمة الآخرين دون مقابل بهدف ترابط أفراد المجتمع. يبقى احنا لو في أي جمعية خيرية، أي رسالة حضرتك مؤمن بيها، مبدأ وعايز تتطوع علشان تحقق هدفك ده، فالجمعيات الخيرية والحاجات الإنسانية كتير قوي. طبعا العمل ده بدون مقابل، هدفه حماية المجتمع، زي مثلا جمعيات كانت بتهدف إلى حماية أطفال الشوارع وحماية المسنين الموجودين في الشوارع، كانت بتاخدهم وتحضر لهم مسكن وتحضر لهم أكل وتحضر لهم حاجات دي. الجمعيات دي طبعا كل القائمين فيها متطوعين، مفيش راتب، يعني مفيش أجر. السؤال الثاني، أصبح العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء المجتمع. طبعا الكتابة هنا باهتة قوي، عشان الكتاب باهت. ذلك لأنه يقدم العديد من النتائج والآثار الإيجابية التي تعود بالنفع على الأفراد والمجتمع. طبعا هيجي السؤال إن العمل التطوعي مهم أوي في بناء المجتمع. ليه؟ لأنه بيقوم بالنفع على أفراد المجتمع. جاوب من حيث فهمك حتى لو مش مذاكر مادة. اشرح. السؤال الثالث، اشرح دور الشباب في العمل التطوعي. طبعا الشباب بيمثل في كل أمة عمودها الفقري، واحنا ما شاء الله أمة شابة. الشعب المصري شعب 3/4 شباب، ويدها القوية، فالشباب هم الجزء الأكبر في المجتمع. والشباب بيساهم في النهوض بمكانة المجتمع في شتى جوانب الحياة نتيجة التعلم واستغلال الخبرات بتاعته. نيجي بعد كده أكمل العبارات الآتية من صفات المتطوع الفعال. القدرة على فهم مشكلات المجتمع، يبقى واعي، سهولة التعامل مع الآخرين، ما عندوش مشاكل مع أي حد، مش منفس من أي حد، بيتعامل مع كل الناس بحب وتفاني. القدرة على الإبداع والابتكار، دماغه شغالة على طول، بتخترع وبتكتشف، وهو محب للتعلم. القدرة على العمل مع الغير بأسلوب ديمقراطي، هو بيحب يتعامل مع الغير بأسلوب ديمقراطي قائم على المشورة. العمل التطوعي يعد سلوكا إنسانيا وحضاريا. التطوع الفردي هو سلوك تطوعي. ونيجي آخر حاجة، التطوع المؤسسي، وتطوع المؤسسات للقيام بهدف معين. دي كانت إجابة الأسئلة الفصل الرابع والأخير. وهنتكلم بقى على الأسئلة المقالية في مادة حقوق الإنسان والمواطنة، وهي مادة حلوة قوي، وأنا مش ماهرة قوي في موضوع الكلام والنظري، عشان أنا أصلا محاسبة بدي عملي على طول، ما بديش نظري، أو مش محبة للنظر، مش بعرف أتكلم. هنيجي السؤال التاني، يتكلم عن الفرق بين التطوع الفردي والتطوع المؤسسي. هتجي لك مقارنة بين التطوع، قارن بين التطوع الفردي والتطوع المؤسسي. طبعا تيجي زي ما تيجي حضرتك اوريدي جاهز. التطوع الفردي من اسمه كده، ده فرد، سلوك تطوعي يمارسه الفرد من تلقاء نفسه دون الدخول في إطار كيان مؤسسي مع الآخرين. شخص بيحب يعمل خير للآخرين، هو مش مستني إن هو يتطوع في أي مؤسسة، هو مع نفسه كده بيتطوع في أي جهة. وأعمال الخير ما شاء الله كتير، والشعب المصري على طول من زمان هو خير. التطوع المؤسسي أكثر تقدما وتنظيما. الأفراد مع بعضهم بيعملوا في كيانات تطوعية مؤسسية، طبعا زي مؤسسة الرسالة، مؤسسة الأورمان، مؤسسة 57 حاجات من دي. هي دي مجتمع تطوعي. معنى كلمة المجتمع المدني، شكل من أشكال تنظيم جهود المواطنين في المجتمعات، بيحقق درجة عالية من التعاون بين الأفراد والمجموعات. الناس بتبقى مؤمنين بفكر معين أو بمبدأ معين، تمام، وبتبتدي تنظموا نفسهم عشان يحققوا هذا الهدف اللي هم بيسعوا ليه، تمام. والهدف ده أساسا هدفه خدمة المواطنين أو خدمة الدولة.
نيجي السؤال اللي بعد كده، تكلم عن شروط المجتمع المدني. الفعل الإرادي الحر، محدش غصب علينا ان احنا نشترك في الجمعيات اللي هي بتحقق مبدأ معين قائم على الخير او قائم على رسالة معينة، خدمة البلد. تمام. يعتمد المجتمع المدني على الفعل الإرادي الحر لمشاركة الأعضاء، مفيش مصلحة بين أعضاء، مفيش أجر، مفيش خلافات، مفيش مصالح، فكلنا بنجتمع نحو عمل واحد أو تحت راية واحدة، هو راية العمل الحر أو خدمة المجتمع. تاني حاجة، أي تجمعات بشرية لازم يبقى لها تنظيم، لأن من غير تنظيم هتبقى فوضى ومش هنعرف نأدي المبدأ اللي احنا بنفكر فيه أو بنسعى عليه. يبقى في مؤسسات، والمؤسسات دي بتعمل فيه هيكل تنظيم محدد ومشهور ومعروف، وكل الناس بتوافق عليه وبتبتدي تنضم للمجتمع المدني. استقلالية، يبقى الاستقلالية هناك حدود واضحة لتدخل السلطة، يعني هيئة المجتمع المدني ملهاش أي علاقة بالسياسة أو بالتدخل في السلطة. عدم السعي إلى السلطة، يبقى تتمحور أهداف المجتمع لخدمة المجتمع وتنميته والبيئة والمواطنين، ملهاش أي دخل أو أي تعلق بالسلطة. الديمقراطية الداخلية هي أن تعتمد منظمات المجتمع المدني على المشورة ووسائل الديمقراطية والبرلمان والحاجات التشريعية اللي بتنظم المجتمع المدني والمؤسسات التنظيمية. قيم وضوابط حاكمة، يبقى يعتقد المجتمع أو يعتمد المجتمع المدني على مجموعة من القيم، منها الاحترام وقبول الآخر والتسامح والتنافس السلمي. دي كانت أهم المعلومات. باقي بس صفحة واحدة بس هنتكلم فيها بالتفصيل، شروط العمل التطوعي، والفيديو كده يبقى حلو قوي وأنهينا على خير. النقطة اللي بعد كده، وظائف المجتمع المدني، والكتاب باهتة قوي. تدريس ثقافة أو تكريس ثقافة والقيم الديمقراطية، إن أنا بتعامل مع الناس بمنتهى الرقي، مفيش أي مصالح بينا. طبعا موجودة ناس، مجموعة من الناس محطوطة تحت بند أو تحت مبدأ معين هو الخدمة، يبقى بتوفير خدمات ومساعدة الفئات المهمشة زي الفقراء، زي أطفال الشوارع، زي الغارمين، زي حاجات قضايا كبيرة أوي في البلد. فالمجتمع المدني بيحاول ينميها وبيحاول يتدخل فيها علشان يرفع من مستواها ويرتقي بمستواها. التنشئة الاجتماعية والسياسية طبعا خاصة بالمجتمع والناس، بدور على ان اي اساس المجتمع بشوف اساسه، لو هو الشباب كويسين مفيش اي مشاكل يبقى المجتمع ده ماشي في طريقه الصح. المشاركة في وضع وتنفيذ خطة التنمية. الإدارة السلمية، طبعا احنا مش بنحقق أهداف المجتمع بالديمقراطية، مفيش سلطة، مفيش مصالح. زيادة درجة المشاركة الفردية والجماعية، والرقابة الشعبية على المؤسسات. يبقى حضرتك مننا فينا كده بنبتدي نحقق الأهداف. عندي هدف معين ببتدي أعمل له جمعية. تمام. أحاول أدعو الناس إن هم يخشوا معايا في الجمعية دي أو يدخلوا معايا في الجمعية، على أساس إن احنا نهتم بأطفال الشوارع، نهتم بقضية بيئة، مناخ، مشكلة المخدرات، الإدمان. طبعا دي كل الحاجات دي برعاية المجتمع المدني. نيجي أدوار منظمات المجتمع المدني مهمة قوي، منها المشاركة في صياغة وتنفيذ خطط وبرامج التنمية، بتساهم في بناء قدرات وتنمية مهارات المواطنين، بتعمل دورات تدريبية مجانية، توفير الخدمات ومساعدة المحتاجين، وتقديم وسائل المتابعة والرقابة الشعبية على الخطط، لأن الخطط دي معظمها بيبقى مجاني، ولو بقت بفلوس بتبقى بتكلفة رمزية قوي. ده كانت آخر حاجة في المواطنة وحقوق الإنسان الصف الثاني التجاري ترم تاني. شرحنا فيديوهين وهنزل الرابط وعليهم امتحان كمان. يا رب الفيديو يكون عجبكم. الفيديو البسيط قوي اتكلمت فيه عادي جدا. دلوقتي كنت معاكم النهاردة محاسبة هبة فتحي من قناة أبرار التعليمية، واشتغل في مدرسة الزهرة التجارية. ما ننساش دعم القناة ودعم الفيديو باللايك والشير. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.